يعني اذا كنت ما بتحبش اللي انت بتعمله، طب حب اللي انت فيه عشان تبدع فيه يعني، او تنجح. فده لما بيحصل بيعمل لك ارتواء بقى، ويعمل لك يعني اشباع داخلي، بيخليك تبقى حاسس ان انت ماشي على الطريق الصحيح وانك ناجح. احساسك بالنجاح في حد ذاته بيعمل لك اشباع، يعني بيخليك يعني معتد بنفسك، وثقتك بنفسك بتزيد، وبتلاقي نفسك اللي حواليك حاسين بيك، فده بيعمل لك كمان يعني رضا نفسي كويس. ونجاحك في الحياه المجتمعيه دي والعائليه بتحقق ذاتك فيها، تربي ولادك بيكبروا قدام عينيك، بيعمل لك احساس بالسعاده يعني، وسعاده اللي حواليك دي بيكون جزء من سعادتك انت بالاساس يعني. كل ده بيكمل بعضه يعني. بتلاقي نفسك في الاخر يعني راضي عن نفسك، راضي عن اللي حواليك مبسوطين بيك، انت بتعمل رسالتك في الحياه، بتعمل واجباتك الدينيه كما يجب، انسان كويس مع اللي حواليك. ده كله بيخليك كده ايه يعني راضي عن نفسك. والرضا زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى هو اغلى حاجه ممكن يديها للعبد في حياته يعني. اعلى قيمه ممكن ربنا وعد بها سيدنا محمد، قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا اعلى حاجه، اعلى درجات السعاده. فانت الاشباع النفسي ده لما بيتحقق والرضا بيتحقق يعني بنسبه او باخرى، طبعا الرضا المطلق ده من الاخره بقى ان شاء الله، لكن طول ما انت عايش وحاسس انك بتسعد اللي حواليك وبتعمل رسالتك، ده هي حاله من الرضا، وبتخليك الى حد كبير قوي مبسوط، وبتعمل كل حاجه وانت مبسوط يعني، وده مهم قوي. رجعنا لكم تاني بموضوع جديد مع حبيب القلب بابا. ايه اكتر لحظه فاكرها ليا اثرت فيك انت؟ حياتك يعني. اه انت علي من الاطفال اللي كانوا محببين جدا في طفولتهم يعني، او كانوا ودودين جدا، والناس كلها بتحب يعني يتعاملوا معاك، وكنت كان دمك خفيف كتير، وبيحبوا يلعبوا بيك وكده، وكنت جذاب قوي وكده ما شاء الله. فكانوا بيحبوا يعني، حتى في كتير صحابي من كتر يعني تعلقهم بيك وانت صغير سموا ولادهم على اسمك يعني. فقلت لهم ما تفكروش هيطلع كلهم علي زي علي يعني. عموما انت مشوار حياتك يا علي في جزء كبير يعني كان في بتدور على نفسك يعني. انا حسيت ان انت في مرحله كتيره لسه مش عارف انت عايز ايه، ودي يمكن مشكله كتير من الشباب في مصر يعني. المفروض على سن مثلا، او يمكن مشكله التعليم عندنا او تربيتنا يعني، او ثقافتنا في العالم العربي يعني، ما بتخليكش تعرف يعني هواياتك رايحه فين بدري بحيث تروح عليها. فانا كنت يعني انا مش كنت شايف فيك الجزئيه بتاعت اللي لمعت فيك دلوقتي، بتاعت التعامل مع الناس دي والاعلام الى حد كبير، مع اني كنت بتمنى حد من ولادي يكون يعني بيحب الاعلام او منغمس فيه بشكل زي ما انت بقيت دلوقتي كده يعني. انا كان كل يعني حياتي كلها مع الصحافه بالذات، والاعلام والكتابه الصحفيه يعني. فكنت حابب حد من ولادي يكون عنده الغايه دي بشكل طبيعي، وانا اكملها معاه وانميها فيه يعني. انت ابتديت تلاقي نفسك في المجال الاعلام ده يمكن في مرحله وانت في الجامعه تقريبا يعني، بقيت تحب تقرا وتطلع وتطور عاداتك وتطور قدراتك وكده. فدي الحاجات دي كلها، وحتى الاعلام اللي عندك او الموهبه اللي عندك في الاعلام مش موهبه كتابه، موهبه اكتر موهبه يعني تحاور والتعامل مع الناس، المجتمع يعني بيسموه لو التواصل الاجتماعي دلوقتي، او انك تكون اعلامي يعني من خلال البرودكاستنج وكده. فالكتابه حاجه تانية، سكه تانية خالص، لكن بيكون اساسيات ليها برضو انك تكون يعني من ضمن الاساسيات في الاعلام عموما انك تكون بتقرا كتير، لان هي الكتابه او الابداع الاعلامي عموما لازم يكون صاحبه مطلع ومثقف وعنده قدره على التواصل مع الناس كتيره يعني باكتر من لغه، باكتر من ثقافه، واكتر يعني من يعني عادات يكتسبها وكده. فبتدي لك خبرات في التعامل مع الناس والحوارات اللي بتجريها وكده. فدي كلها حاجات ما بتجيش الا من خلال الثقافه، والثقافه المستمره، مش الثقافه اللي مثلا لمرحله وتنقطع يعني الاعلامي كويس بيفضل طول الوقت يشحن بطاريته بمعلومات وثقافه طول الوقت، بحيث ان يقدر يعني ما يتكلم مع اي حد، اي هويه، اي مهنه يقدر يسايره ويتكلم معاه يعني. اذا كان عالم يقدر يكلمه، واذا كان عفوا يعني واحد شخصيه متواضعه جدا او بمهنه يعني نقول متواضعه في المجتمع، يقدر كمان يسايره ويكون محسسه بقيمته وهو بيجري الحوار معاه. فدي مرتبطه يعني جزء خبرات شخصيه وصفات شخصيه في البني ادم، ودي ما بتكمل بعضها كلها يعني. تاكد ان كل مهاره بتكتسبها في حياتك او معرفه او معلومه تلقاها يعني هتفيدك في لحظة ما في وقت ما من غير ما تحس، لأن الحياة عبارة عن مجموعة من الخبرات والتجارب المتراكمة كده والمعارف بتطلع وقت اللزوم من غير ما تحس بيها لما تيجي يعني تستدعيها أو تعوزها يعني. فدي اكتر حاجه يعني اثرت فيك في مراحل يعني نمويه في الحياه. ما تقدرش تقول ان في حادثه معينه او موقف معين يعني. يمكن في مرحله في حياتك انت كنت مستعجل قوي في حياتك، كنت عايز تبدا بدري على يعني سكه تحقيق الذات، وانك تكون عندك يعني عائد خاص وحياه
الحياه وتجيب فلوس وكده، يعني احساسك بان يعني الرخاء المادي هيعمل لك الاستقلال اللي ممكن حياتي عموما تقدر تعيش حياتك زي ما انت عايز يعني. فكنت مستعجل شويه، انا كنت يعني اللي جوايا انا كنت بقول يعني بشفق عليك من العجله ومن التسرع، ولكن كنت بقول ان يعني جنب نصيحتي ليك كنت بقول الدنيا هتعلمه شويه شويه وهيعرف لوحده، لان لما تسالي نصيحه من الاب والام بشكل مباشر وصريح يعني بتكون شويه اي شاب في مرحله البدايه يعني عنده الشغف والحماس للحياه واللي عايزه هو بيغلب اي نصيحه من النوع ده، فبيكون يعني نصيحه الاب صحيح موجوده لكن ما تبقاش ليها التاثير العالي بتاع تجربه الحياه نفسها. فانت يعني من الحياه علمتك كتير وخليتك تعرف انت المفروض تكمل في اي سكه وتختار ايه. يمكن في مرحله كده انا بسميها مرحله التشتت والضياع دي اللي فيها اكتر من هدف واكتر من حاجه في وقت واحد، فبتخليك تبقى مشتت الذهن. ومن عجلتك دي انا كنت في وقت من الاوقات كنت حابب يعني تكمل مثلا البكالوريا بتاعتك او شهاده البكالوريوس بتاعتك وتكمل في تاخد شهاده يعني البكالوريوس وكده. لقيتك انت مستعجل على الحياه العمليه وجالك وظيفه في طيران الامارات، فقلت ما هي نفس الوظيفه بنفس الراتب لو كنت كملت شهادتي، فما خليتش الموضوع ده يعمل لك يعني يوقفك. انا كنت حابب يعني لو تفتكر احنا وقفنا عندها كتير، قلت لك كمل عالي سنتين مش هيفرقوا في حياتك كتير، لكن بعدين هتبقى معاك شهاده يمكن بعدين تعوزها تلاقيها مثلا عامله لك يعني ديجري اعلى مثلا في التقدم لاي وظيفه وكده. فالله اعلم انت عوزتها ولا ما عوزتهاش، لكن انا كنت كأب حريص انك ما كنتش يعني كملتش الشهاده العاليه وكده زي اخواتك، وفي نفس الوقت يعني ما تبقاش الهاجس المادي عامل لك القلق ده كله، بحكم ان انت كمان في وسطينا وما عندناش اي معاناه ماديه يعني. احنا كنا عايشين عيشه ما شاء الله كريمه وجميله في الامارات يعني. اتفق معاك جدا يا بابا في كل كلمه قلتها. انا فعلا في سن الجامعه ده فعلا لما اتعرض عليا البيزنس اللي هو التسويق الشبكي خلاني اشوف الفلوس بتفكير ان انا عشان يبقى ليا قيمه محتاج يكون معايا فلوس، عشان الناس تشوفني بنظره كويسه والناس تحترمني وتلاقيني ناجح لازم معايا فلوس، لان ده اللي كان بيترسخ في اذهاننا واحنا في البيزنس. ففعلا انا دلوقتي بندم ان انا فعلا ما سمعتش كلامك. كنت بحس دايما ان انا ببقى فاضي، يعني لما اجي اتكلم مع حد ما بحس ان انا مليان عشان ما كنتش بحب القرايه وكنت شايف ان الفلوس هي كل حاجه وكده. فلما اجي مثلا اتكلم في اي مواضيع المواضيع عايز اتكلم فيها هي البيزنس، لان دي الحاجه اللي انا شاطر فيها والحاجه اللي انا فاهمها. لما اجي اتكلم مع حد هبين ان انا عارف كل حاجه، لكن اي موضوع تاني انا ما بقاش عارف عنه اي حاجه. حتى الهوايات كانت الناس كلها مشغوله بيها، ايوه اهلي وزمالك ماليش في الكوره خالص ولا في اي حاجه شغل الناس كلها شغلاك. كنت بحس ان دي حاجه تافهه، يعني بحس الحاجات دي كلها الواحد لما يشغل نفسه بحاجه زي كده ان هو ما بيستفادش حاجه، بيقعد بس يتفرج على ناس بتلعب كوره ويشجعها وكل حاجه، بس في الاخر ما بيستفادش حاجه. اتفضل. يعني خليني اقول لك ان دي على المستوى الاجتماعي بتخليك يعني ايه هيحطوك في خانه الواحد اللي بيدور على نفسه بس، بيدور على البيزنس بس، اللي عنده مصلحه فبيقضيها من خلالنا. فده خلى الناس تحكم عليك بشكل مغاير. يعني انت من غير ما تحس خلتهم ايه يعملوا يعني عازل بينهم وبينك، انك ما بتشاركهمش يعني انشطتهم اللي اهتماماتهم. يعني بقيت انت بالنسبه لهم علي مثلا علي كيونت او دوبلي حتى كان البعض بيسميك كده. ايوه صح. فانت بتكون بالنسبه لهم الى حد كبير اناني او بتدور على نفسك بس، مع ان برغم انك كنت بتقول لهم على المشوار ده عشان يعملوا معاك يعني انت ما كنتش عايزه ليك بس، انت كنت بتقول لهم كمان يعملوا معايا البيزنس ده وهتلاقوا نفسكم فيه وكلام من ده. لكن هم في الاخر بيبصوا لها ان انت سابقهم في المجال ده وانت عايزها عشان تكون الشجره بتاعتك اللي هي ممكن تعمل لك انت بروفيت بعدين. فهم الفكر ده بيكون قاصر شويه في وقته، لكن انت كان لازم تعمل الاثنين في وقت واحد، يعني ما تتخلاش عن نشاطك الاجتماعي وممكن يعمل لك صداقات او معارف، وفي نفس الوقت تكون شغال في البيزنس ده بشكل يعني ايه يعني موازي لنشاطك الاساسي. لو تفتكر كنت بقول لك دايما اعتبر نفسك ماشي على خطين اكيد زي القطر كده، على قضيبين خطين، يعني خلي خط البيزنس ده موجود في يعني في الخط الثاني مش الاول. يعني الاساس بتاعك يكون حياتك العاديه وكاريرك وخلي النشاط البيزنس ده الحاجه اللي موجوده جنب على الهامش، يعني ما تبقاش هي الاساس. لكن انت كنت واخدك يعني الحكايه دي جامد يعني كنت واخدها اكتر يعني واخدها بقت هي الاساس واي حاجه تانية نمره اتنين يعني. صح. فدي طبعا انا زي ما قلت لك من شويه الحاجات اللي تعلمها لك الدنيا اهم كتير واقوى وبترسخ اكتر من الحاجات اللي بيقولها لك الاب او الام بشكل نصيحه مباشره يعني. طيب اكيد وانت في سني مريت بنفس الافكار، يعني انت مثلا ماشي في سكه وعايز تعمل حاجه ديت وبيحصل لك تشتت وبيحصل لك حاجات ممكن تشغلك او المسار اللي انت ماشي فيه. ايه اللي كنت بتعمله عشان يخليك تمشي على الهدف اللي انت عايز توصل له؟ يعني ازاي كنت بتبقى شايف الرؤيه بتاعتك واضحه وتمشي عليها وتوصل ليها؟ دي على فكره اصعب حاجه في حياه اي بني ادم، خصوصا لو كان عنده يعني طموح يعني في شويه عجله او في يعني سرعه يعني او متسرع انك تبني نفسك بسرعه. انا بدايه ارتباطي بالحياه العمليه يمكن بدات بدري وانا طالب كمان. كنت بحاول اعمل لنفسي بعد الرخاء المادي ان انا بشتغل في الصيف مثلا بزود مصروفي. احنا من اسره مش تعتبرش يعني
ذات يعني متوسطه بمعنى الكلمه. يعني ابويا كان يعني وظيفته الاساسيه كان مدير اداره التعليم الاعدادي في وزاره التربيه والتعليم، رجل من رجال التعليم يعني، وكان مدرس لغه عربيه في الاساس في البدايه، وموظف. يعني كلمه موظف دي خد بقى عليها كل الصفات المرتبطه بحياه الموظفين في مصر من طبقه متوسطه. واحنا كنا كتير كاسره، احنا كنا 10 افراد، وفينا الكبير والصغير والبنت والولد، والحياه فيها كتير من القيم الاسريه الجميله اللي تبنيك. شايف اخواتك الكبار قدامك وهم كلهم عاملين كارير الواحد. اخواتي الكبار كلهم يعني دكتور ومحاسب واثنين محاسبين ورا بعض، وبعدين اخت مخلصه. يعني قصدي كل اللي اكبر مني عاملين كارير معين وماشيين كويس الحمد لله. فانا شايف قدامي كل تجارب اخواتي ومخلياني عارف انا رايح فين وحابب ايه. هواياتي كانت كتير بتوديني في سكك معينه، لكن في الاخر الحياه العمليه او الشغل يعني انك تجيب فلوس زي ما كنت عايز كده او تحقق ذاتك. يعني القيمه المثاليه جدا او المعادله السحريه يعني زي ما بيقولوا انك تشتغل الحاجه اللي انت بتهواها او اللي بتحبها. فدي ما كانتش باينه معايا قوي ايه يعني اللي ممكن اشتغل وانا واحد مثلا بيحب الكتابه وبيحب مثلا القرايه. فاكتر حاجه حسيتها في نفسي يمكن بانت معايا بشكل متاخر شويه. يعني وانا في ثانويه عامه تحديدا، كان اخويا هاني يرحمه الله يعني ربنا يرحمه، كان هو في كليه اعلام، وكان المواد اللي بيدرسها بيذاكر نفس الشقه مع بعض، انا وهو نذاكر مع بعض. شقه اخويا الكبير فوق بيتنا يعني، كانوا واخدين منها اوضتين وبنذاكر للمذاكره بس يعني. فمكتب هاني كان قصادي وكان كتبه قدامي طول الوقت. المواد اللي كان بيدرسها كانت بتشوقني جدا ان اطلع عليها من وقت للتاني وبحبها يعني كان بيدرس سياسه واقتصاد، وبيدرس يعني تاريخ اوروبا، وبيدرس علم اجتماع، وبيدرس قصه قصيره، وبيدرس ادب عربي وحاجات كده. كلها حاجات تحس ان هي بتعمل ثقافه عاليه جدا للي يقراها وتاريخ حلو، واللي يعرفها بيعرف الدنيا كويس يعني. فحبيت المجال ده او حبيت المواد دي كدراسه، وقلت طب دي هتفيد كتير، حتى لو حبيت اكتب بعد كده هتفيدك يعني. فابتديت من هنا احب الاعلام، يعني ان انا اكون عندي المعلومات دي واستثمرها او اعيش بيها او اكتب عنها او تكون في حياتي. حبيت المجال ده جدا. فوجود هاني في حياتي كان مؤثر جدا من خلال كليه الاعلام وحببني فيها. ساعتها كانت كليه الاعلام لسه وليده ومولوده يعني اعتقد ان ما كنتش يعني مركز يعني 74 75 حاجه زي كده اول دفعه خرجت منها. وانا لما دخلت اعلام يعني اتخرجت سنه 80 يعني كنت الدفعه يمكن السادسه او الخامسه من الكليه نفسها. فانا زهقت. حتى اخويا هاني كان هو في سنه رابعه وانا بقيت في اولى يعني، فبقيت تزاملنا لمده سنه في نفس الكليه، وهو في رابعه وانا في اولى يعني كنا بنروح الجامعه سوا الفتره دي. من البدايه عرفت ان انا ممكن اكون في مجال الصحافه، وما حبيتش مثلا اكون في حاجه تانية يعني ما شغلنيش قوي ان انا اكون على الشاشه كده او اكون وراها او ورا الكاميرا يعني في اعداد وحاجات زي كده. وقلت لنفسي ان حتى لو بقيت صحفي كويس ممكن اشتغل في الاعداد بعد كده من خلال الصحافه يعني. انما كان يعني اكتر حاجه حاسس بنفسي هلاقي نفسي فيها هي الكتابه، يعني ان انا اكتب واعبر عن اللي بحس بيه او اللي عايز اعبر عنه يعني. وفاكر كويس قوي ان انا في مرحله اعدادي وثانوي يعني كان المدرسين العربي بالذات يعني بيستوقفهم موضوعات التعبير اللي بكتبها ما شاء الله. يعني كان فعلا في مدرس عربي في مرحله اولى ثانوي تقريبا كان مدونا موضوعات تعبير. انت عارف الفتره دي موضوعات ملهاش يعني حاجه محدده يعني. ففي يوم قال اكتبوا كل واحد قصه يحب يكتبها من عنده كده من نسج خياله يعني. فانا كتبت قصه مرتبطه بيا انا يعني، قصه يعني كنت سجلت في طفولتي مشهد يعني وعبرت عنه انه اثر في حياتي جدا او عمل لي تاثير جدا كبير في شخصيتي، وعبرت عن القصه بطريقه بشيء تبان شويه فيها شويه دراما يعني. فتاني يوم المدرس يعني نده عليا وطلعني وقال لي انت اللي كاتبها؟ قلت له انا اللي كاتبها. طب قال لي يا ابني انت حبيبي هتكون في يوم من الايام صاحب قلم. ما شاء الله. والله قال لي الجمله دي، كلمه صاحب قلم دي فرحتني قوي بنفسي، وحتى دلوقتي ما عدتها على دماغي كده ليك قلمك يعني. هو ده تعبير معناه انك هتبقى كاتب يعني او بتكتب يعني. فانا يعني حتى لما بفتكر دلوقتي بالكلام ده جسمي بيقشعر كده، بفتكر الراجل ده فعلا اثر في حياتي جدا يعني. ممكن كلمه عابره من مدرس يكون انت بتقدره وعارف ان هو شاطر يدي لك يعني حق او يدي لك حافز يخليك تحب نفسك في حاجه معينه، او ينور فيك حاجه انت تكون محتاجها عشان تكمل في نفس الكارير ده. فانا فعلا حبيت الحكايه وحبيتها فيا ان انا اعبر عن اي حاجه بالكتابه. حتى بقيت اكتب يومياتي من فتره قبلها ويمكن ده ساعدني ان انا اكتب بعد كده. فالكتابه بتقوي مهاراتك اللغويه وبتخليك تكتب بشكل منمق اكتر وفي يعني بلاغه شويه. دي مع الوقت بقى لما دخلت في مجال الصحافه وابتديت اشتغل يعني يمكن ما كنتش برضو محدد هويتي قوي ان يعني المجال الادب والكتابه غير خالص الصحافه اللي هي ممكن تكون مرتبطه باكل العيش زي ما بيقولوا او الشغل يعني. يمكن لو كنت برضو عندي نضوج كفايه كنت اصريت على المجال اللي انا بحبه واشتغل فيه. يمكن كان اقرب حاجه ليا هي الابداع
الادبي او الفني في المجال الفني يعني. انما انا نتيجه ضغوط الحياه نفسها والسرعه في انك تكون عايز تقف على رجليك وتستقل ماديا عن عيلتك وكده، فانا لقيت ان اكتر مجال بلاقي فيه شغل اللي هو ان اعمل اشتغل في مجال الصحافه الرياضيه. يعني كل ما اروح جريده ابحث عن يعني شغل في الاقسام اللي هي المتعارف عليها ديت، اللي ممكن تطلع واحد في مجال الادب او الفن او النقد الفني وكده، ما كانش موجود فيها شواغر او مكان تشتغل فيه. لكن اللي كان كتير قوي اقدر اشتغل فيه الحوادث والرياضه، فالرياضه كانت اقرب لي يعني، وكل الاماكن كان فيها اكتر رياضه اكتر يعني، واصحابي كلهم كانوا شغالين في الرياضه، وليا اصدقاء كتير بنمارس رياضه مع بعض وكده. فقلت لا، طب انا عندي اهتمامات رياضيه برضو مش بعيده عني، والشهره بتكون اسرع شويه في مجال الرياضه يعني، بسهوله جدا تبقى مشهور في مجال الرياضه لو بدات في مجال الرياضه، وبتتمرس كتير على كل قوالب العمل الصحفي يعني. فقلت يلا، ما تقولش لا يعني، وحط رجلك على السكه يعني، وبعد شويه ممكن تغير لو عايز يعني. لكن بصراحه اللي اقدر اقول ان الواحد لما اتحط في المجال ده يعني لقيت نفسي بسرعه فيه يعني كنجاح، لكن مش بحقق ذاتي كما يجب على المستوى المهني او زي ما تقول اللي يشبعك ذاتيا يعني انا لغايه دلوقتي او لغايه ما انهيت حياتي في مجال الرياضه بقول يا ريتني كنت ما كملتش في الرياضه، لان انا يعني صحيح بقيت متميز فيها وكل حاجه في الكتابه فيها وكده، لكن مش بتعمل لي الاشباع الكبير يعني، او الاشباع العالي للثقافه اللي عندي يعني ثقافتي كبيره على ان اتكلم في الرياضه طول الوقت بس يعني، او اتكلم لمجتمع مع احترامي لكل عناصره يعني ثقافته مش عاليه قوي في الحياه بوجه عام يعني قليل قوي من الرياضيين اللي تلاقيه يعني ثقافته عاليه، او تلاقيه مثلا لما تكلمه في حاجه، طبعا انا بتكلم على الاطلاق من كل حاجه ليها استثناءات يعني، لكن مش كل مثلا اللي لعبة الكوره تلاقيهم مثقفين، مش كل مثلا اللي بيمارسوا رياضه تلاقيهم تعليم عالي او تحضر تحاورهم او تطلع منهم حاجات ذات قيمه عاليه يعني. فعايز ان انا يعني وانا بكتب عنهم ابسط كتير واقلل كتير من اللغه عشان تبقى بسيطه وتكون يعني ما فيهاش البلاغه كتير وتوصل للمتلقي، لان جمهور الرياضه برضو بدوره جمهور بسيط، جمهور مش عميق قوي، مش جمهور بمعنى يعني اللي ممكن تقول عليه يعني متوسط الثقافه ومتوسط كل حاجه فيها درجه متوسط يعني. فانت لازم تخاطبه بعقليته وبثقافته وبالمفردات اللي هو بيتعود عليها، وفيها كتير من الخفه اللي تخليك ما تبقاش يعني بتقول كلام تقيل ودمه تقيل على الودان يعني او على الفهم يعني. حتى كتابه مقالات بالذات في البدايه كنت بلاحظ الحكايه دي فيا والناس بتقولها لي، فبديت ابسط لحد ما وصلت اللغه تقدر يفهمها المتلقي من غير ما يكون يعني يقول عليها متعالي عليه في الكتابه يعني. تمام، يعني انت بالنسبه لك كنت شايف انه بالنسبه لك الرياضه حاجه هتبقى اسرع في انك انت تتعرف في الوسط الاعلامي نفسه في المشوار يعني. صحيح. تمام، انت بقى فكرت ان لازم تسافر بره مصر، تشوف مستقبلك بره مصر، وازاي كانت تجربه بالنسبه لك؟ لان انا دلوقتي عايشها وانا في امريكا، ففكره ان الغربه وكده، ازاي الموضوع جه في بالك ان هتروح بلد جديده خالص عليك وهتبدا كل المشوار ده مع نفسك، وايه اللي شجعك انك تعمل ده؟ انا عايز اقول لك على حاجه علي، قرار الغربه ده او السفر ده ساعتها كان على فكره ما اختلفش كتير الوضع عن دلوقتي يعني، كتير الشباب بيفكروا بنفس الطريقه وبيضطروا يسافروا. يمكن لو كانت ظروف الحياه مواتيه بشكل عالي في مصر ان تحقق كل احلامك وانت جوه البلد كنت هكمل. مش عايز اقول لك ان انا كنت من الناس اللي اتعذبوا جدا في غربتهم معنويا ونفسيا يعني، انا ما كنتش حابب اتغرب وما كنتش حابب ابعد عن اهلي وولدي، بحب مصر جدا، بحب عيلتي جدا، كل حاجه جدا في مرتبطه بيها في مصر يعني. مش عايز اقول لك انا كنت بحب حتى الحيطان والشارع اللي في بيتنا يعني كل الحاجات دي عامله اثر كبير عندي. لما كنت ارجع بعد حتى كل سنه ماشي بحن لكل حاجه سبتها يعني، وكنت ببكي كتير وانا مسافر يعني. في اول سنه دي لما بفتكر كتير كنت ابص من ورا الازاز في الاوضه كده وافتكر ان انا بعيد وبتاع، ويجي لي احساس كده قاسي شويه. يمكن دي طبيعتي يمكن كانسان يعني، فيها شويه مشاعر زياده شويه، ودي مش كل، يمكن بعضكم فيكي نفس الحكايه دي، لكن انا من النوع الحساس شويه، وكانت مشاعري يعني فيها شويه يعني مبالغه يعني، بعترف يعني. فدي يمكن خلقت فيا جانب برضو انساني يعني اثر في تجاربي الحياتيه، ان انا اقدر اعبر عنها ساعات في كتابه نثريه او شعريه احيانا يعني. اللي عايز اقول لك ان سبب الغربه الاساسي يعني ظروف الحياه الصعبه يعني. انا بعتبر نفسي من الناس النشيطين جدا لما ابتديت حياتي. انا كنت في يعني اول ما بدات اشتغلت في جريده اخبار اليوم، كان جنبها بدون مبالغه يمكن 3-4 حاجات جنبيهم يعني بجتهد اشتغل فيهم برضو وازود دخلي. يمكن دخلي ساعتها كان بالنسبه لكثيرين
في جيلي يعتبر كبير يعني. انا كنت باخد من الاخبار مثلا حوالي كام و80 جنيه ساعتها، وكنت بسافر في بعثات رياضيه بيطلع لي منها يعني بدل سفر كويس، وجنب شغلي كنت في اكتر من مكان تاني اعلامي اخر. انا كنت شغال في الاخبار اليوم، ده وظيفتي الاساسيه كمحرر صحفي يعني، وفي نفس الوقت محرر متعاون او بمكافاه شهريه في جريده مايو بتاعه الحزب الوطني الديمقراطي. وكنت براسل اكتر من مكتب اعلامي في الهرم كان بيطلع موضوعات صحفيه تتنشر في مطبوعات خليجيه، كان بيتعامل معانا بالقطعه بالموضوع يعني، اعمل الموضوع فثمنه كذا، ده 10 ده 15 20 حاجه زي كده، فبالموضوع يعني. وكنت مصور فقط بحكم اني كنت مصور شاطر يعني، كنت فعلا شاطر في التصوير قوي، فكنت مصور لمجله رياضيه اسمها الرياضي، مصور فقط بصور للموضوعات مع استاذي اللي كان معايا في اخبار اليوم ساعتها، استاذ حاتم زكريا، ده منساس فضله عليا في مجال الاعلام، هو اللي ابتدى معايا في مجال الصحافه الرياضيه يعني، وكان يعني شبه متبنيني في المجال ده. انا وواحد زميل ليا كنا تعيننا في وقت واحد اسمه ايمن ابراهيم، والحمد لله انا وايمن لما رحنا الاخبار وبقينا في مايو بعد كده، ومجله الاهلي بعد كده نسيت اقول لك عليها، فكان ساعتها مشرف عليها عبد المجيد نعمان، هو مدير تحريرها. فانا يمكن الناس ما تعرفش ان انا زملكاوي او كنت زملكاوي ساعتها يعني، ما زلت زملكاوي بس ساعتها كان لاني كنت زملكاوي كان غريب ان اشتغل في مجله الاهلي. ايه الزملكاوي اللي شغال في مجله الاهلي ده؟ فكده ساعتها اذكر كابتن نعمان رحمه الله عليه قال لي انا مش عايزك بانتمائك، انا عايزك بمهارتك الصحفيه يعني، او بصحافتك يعني، فطلع افكارك وبتاع. ومن الابواب اللي ابتكرتها في المجله ساعتها عملت حاجه اسمها محكمه الاهلي، وكنت بخلي حوار فيها على شكل يعني قاضي ومحامي وحاجه زي الجو المتعارف عليه في الافلام العربي ده. وكنت بخلي شعارها مش المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لا كان شعارها المتهم مدان حتى تثبت براءته. عكستها يعني. يعني هو مدان طول الوقت بوجه له اتهامات وهو يدافع عن نفسه، والاخر نطلعه بريء يعني طبعا بقالب كده دمه خفيف في الكتابه يعني، يناسب الرياضه يعني. فالباب ده يعني انا اللي كنت ورا انه يتولد جوه مجله الاهلي. وكان في مجله الاهلي اللي هي صولات وجولات يعني كما يقال يعني، كان كل المقابلات المهمه كان بيكلفني بيها كابتن نعمان يعني. كل الحوارات اللي كانت من سنه 81 لغايه 85 اللي تمت مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه، واللي تمت مع النجوم الكبار في الاهلي، اذا كان الخطيب ساعتها، زيزو، كل النجوم المرحله دي يعني انا كنت وراها او كنت بعملها، انا بقوم بيها نفسي يعني. كان كل سنه لازم انا اعمل الحوار مع كابتن صالح سليم بيطلع على صفحتين دبل جوه المجله. والثلاث سنين او الاربع سنين اللي كنت فيهم في مصر انا كنت بعمل اللقاء ده دايما، وكان كابتن نعمان بيعتمد عليها في الحاجات اللي هي فيها تحقيقات كبيره او مهمه بالنسبه للنجوم الكبار يعني. فدي برضك من الحاجات اللي عملت لي اسم كويس وبسرعه في وقت واحد. جمهور الاهلي كبير انت عارف، وانا كنت يعني في الاخبار من اكتر الجرايد اللي كان فيها انتشار جماهيري وتوزيع يعني. كان ساعتها معروفه جدا ان هي اكتر جورنال بيوزع على مستوى القراء يعني، اخبار اليوم، وفي نفس الوقت مجله الاهلي جنبها ومايو. كان انتشاري سريع جدا زي ما بقول لك يعني، حققت شهره او بقيت معروف وقت قصير، وده اللي خلى يعني الغربه بتاعتي تيجي بدري يعني. انا بعد 4 سنين بالظبط في الاخبار جالي في وقت واحد عرضين في وقت واحد يعني، من غير ما اجري. انا طبعا مستعد للسفر لكن ما قلتش انا عايز اسافر. لكن في يوم ما يعني رن جرس التليفون عندي في المكتب ولقيتهم بيسالوا عليا، انت فلان؟ ايوه. طب احنا عايزين نقابلك، ايه الحكايه؟ احنا في الماريوت في الفندق كان اللي هو عمر الخيام يعني، وعايزين نقابلك وكده. مين انتوا؟ انا كان ساعتها اللي جم يقابلوني كان مدير تحرير الخليج، ومعاه رئيس قسم المحليات، ومعاه الملحق الثقافي للامارات في مصر. الناس دول كلهم اعرفهم يعني بقوا اصحابي بعد كده بشكل عالي يعني لما رحت الجريده طبعا. فهم عملوا لي مقابله وقالوا لي احنا سالنا عليك ودلونا عليك يعني انك يعني من الناس اللي ممكن نتعاقد معاهم للعمل في مجال الصحافه الرياضيه في جريده الخليج يعني. وبصراحه مش بس في الاخبار رشحوك، حتى في جرايد تانية منافسه قالوا ده كويس وده مش عارف ايه، فسمعتك كويسه ومش عارف ايه. الحمد لله. فطبعا ساعتها كان يعني كان قبليهم بكام يوم برضو جالي عرض من الرياضي الكويتيه، مجله اسبوعيه، انما الجريده دي يوميه الخليج، وانا كنت متعود على الحياه اليوميه اكتر، جورنال اليومي. ودرسنا في الاعلام ان الجريده اليوميه بتخليك اكتر لياقه يعني، اكتر يعني قدره على الاداء المهني والصحفي يعني. فرحبت قوي بالجورنال اكتر بحكم انه يومي وبحكم ان الشغل فيه يعني ليه، وشهره الخليج كانت معروفه ساعتها كجورنال يعني. فحتى كابتن عمان زكاها لي، قال لي هي اهم جورنال في الخليج، في منطقه الخليج وفي الجريده وفي الامارات تحديدا، لكنها مش اكثرهم
زي ما تقول في العائد المادي يعني في الرواتب والحاجات دي، لكن هي رواتبها متوسطة الحال بالنسبة اقل شوية من البيان اللي هي في دبي ومن الاتحاد اللي هي في ابو ظبي. فانا كنت بقى يمكن ده اللي قلت لك عليه من شوية، ان سرعة يعني الرغبة في السفر. يعني انا قلت في بالي ان ممكن ما انا اروح الخليج الاول وبعد كده ابقى اغير لو لقيت فرصة احسن وانا هناك. يعني اما تختار وانت جوه البلد غير وانت بره يعني. وبعدين دي اللي جالي منها عرض يعني. انما المفاضلة بين الامارات والكويت كانت لصالح الامارات من اول لحظة يعني. حسيت ان الامارات كتير بينصحوني بيها ان الحياة فيها احلى وكده، انما الراتب كان واحد يعني، هنا راتب زي هنا بالظبط. فتوكلت على الله ورحت يعني، وسالوني على حد تاني يطلع معايا ساعتها يكون بنفس يعني كفاءتي او انا اكون مقتنع بان هو ارشحه لهم يعني. فقلت لهم ايمن زميلي هو اقل مني سنه في التخرج من الاعلام يعني، لكنه بنفس المهاره وشاطر وكل حاجه وهيكون مفيد ليكم يعني. وحتى ايمن بعد كده لما قلت له قال لي خلاص قول لهم نفس اللي يعملوا معاك يعملوا معايا وانا ما عنديش مشكله يعني. ففعلا طلبت له نفس الراتب ونفس الامتيازات كلها اللي كانت معموله لي ووافقوا عليها. وفعلا الحمد لله لما جينا لما سافرنا يعني طبعا يعني بشهاده الناس مش بشهادتنا احنا بس، حتى الجرايد المنافسه لينا وزمايلنا في الجرايد الاخرى عملنا نقله كبيره في الخليج كجورنان، وحسوا بينا كلهم ما شاء الله في صحافه الامارات عموما يعني. ولغايه ما سافر ايمن سنه 90 هاجر لامريكا، كان والده تعبان وراحي معاه، وانا كملت باختصار كده بقيت من محرر يعني لمحرر اول رئيس قسم مدير تحرير الملحق الرياضي لحد ما سبت الملحق يعني بالظبط في عام 2021 في شهر مارس تحديدا. فدي حياتي مع الاعلام كرحله الصحافه يعني. اللي اعرفه بابا كويس جدا ان انت لما بتيجي تشتغل هنا في مصر بيبقى صعب عليك انك تشتغل في الجرايد اللي هي القوميه دي، انك تبقى زي اخبار اليوم وزي الاهرام والجرايد دي. فازاي قدرت انك تشتغل في المؤسسات ديت؟ احنا زي ما بقول لك كده، احنا ساعه ما اتخرجنا كان اكتر حاجه صحف مشهوره او القوميه زي ما بتقول انت هي الاهرام والاخبار والجمهوريه، وبالترتيب هم دول كده تابع على مستوى الاهميه والاعتبار يعني. اخبار اليوم كانت جماهيريه اكتر وشعبيه اكتر، وبيتقال انها مدرسه صحفيه، مدرسه مصطفى امين وعلي امين يعني. الاهرام يعني شويه كنا بنسميهم اصحاب الياقات البيضاء شويه يعني، الناس اللي هم المنشيين شويه. الاخبار اليوم جورنان اكتر يعلم صاحبه جدا، مدرسه صحفيه حقيقي يعني. وفعلا ده حسيته لما دخلت هناك، الناس بتعلم بعضها وفي قدامك قيادات وقامات كبيره جدا تدي فعلا للصحافه اعتبارها وتحسسك بمعنى ايه صحفي وايه رسالتك الصحفيه في الحياه. على فكره مش طول عمرها صعبه دخول الجرايد القوميه دي انك تشتغل فيها، لكن ومفيش فيها وسايط على فكره مهما قال لك حد ان في واسطه، لا، الموهوب لازم يفرض نفسه حتى لو كان في واسطه يعني. ممكن الواسطه يدخلك الجورنال لكن مش يخليك تشتغل، مش يخليك تنجح، مش يخليك تتوظف يعني. ممكن يعني هي من الحاجات اللي كل فيها مهن دي هي اللي يعني ما تكذب الغطاس زي ما بيقولوا يعني، هي اللي بتختبرك وبتبين ذاتك تقدر تكمل فيها او لا. ممكن تبقى صحفي عادي، ممكن تبقى صحفي متميز ناس تبص عليك وتقراك يعني، انما الصحفي الموظف ده ما اعتبروش صحفي، اللي هو بيبقى موجود عشان يتقال انه صحفي من غير ما يكون ليه قلم مميز او يتشهر بطريقه حلوه عند الناس تخليهم يحبوا يقروا له يعني. دي مش اي حد يوصل لها، لان بتكون مرتبطه بموهبته ومرتبطه بكفاءته ونشاطه يعني. الحمد لله انا كنت من الناس اللي حد اقدر اقول على نفسي موهوب في المجال ده. ويمكن طريقه دخولي لاخبار اليوم احنا طبعا زي ما قلت لك من شويه حاتم زكريا كان متبنينا مهنيا، فشغلنا في الاول في ملحق جريده مايو وكان هو بيشرف عليه بنفسه وعارف يعني، حاسس ان احنا كويسين نقدر نفيده فيه. ومن واحنا في مايو حس بموهبتي انا وايمن تحديدا او بكفاءتنا المهنيه يعني، فقال عايزكم معايا في الاخبار. فعرفنا بكابتن نعمان وقالوا دول عناصر كويسه. دي جريده برضو ملحق بيطلع عن حزب الوطني ساعتها، اللي بيشرف على تحرير الجانب الرياضي في الملحق بتاع جريده مايو ده كان فيها ملحق رياضي داخلها، فكان بيعملوا مشرف عليه ومدير تحريرها هو حاتم زكريا. فحاتم زكريا بدأنا معاه جوه مايو يعني، لكن هي حاتم مكتبه فين؟ جوه اخبار اليوم. كنا بنجتمع في اخبار اليوم عشان نطلع الملحق بتاع الرياضي بتاع مايو. فمن خلال وجودنا جوه اخبار اليوم بقينا نعمل هنا وهنا يعني. بقت مرحله عملنا في مايو هي مرحله تدريبنا بالنسبه لاخبار اليوم، لكن المرحله دي ما طولتش كتير يعني. احنا مثلا ممكن نقول في 3 اشهر 4 اشهر كان حسوا بينا جدا في اخبار اليوم، وبقينا بنعمل شغل يعني، بس ما نحطش عليها اسامينا وبنتدرب يعني، بيسموها مرحله تدريب. المرحله دي فضلت مستمره لحد ما اقول لك انا المناسبه اللي عملت معايا يعني قناعه كبيره جدا ان لازم اكون يعني عجلت بتعييننا يعني. طبعا انا وايمن كنا بنتدرب في وقت واحد هنا وهنا، هنا بنشتغل وهنا بمكافاه وهنا بفري بدون مقابل. انت كان بيطلع لنا مكافاه يعني. انت كنت بتشتغل عشان بس يبقى عندك شغل عامله، لكن انت ما كنتش بتاخد عليه اجر. اقول لك على حاجه يعني، احنا كنا في مايو بناخد مرتب شهري، لكن بالنسبه للاخبار
كنا بناخد حاجه اسمها مكافاه، يمكن بتطلع مبلغ زهيد جدا 9 جنيه ونص حاجه زي كده، يعني مجرد مكافاه رمزيه لانتقالاتك يعني مش اكتر. فدي قعدنا عليها مثلا حوالي 4 اشهر تقريبا. وفي وقت ما يعني بقينا الناس يعني حتى اللي حوالينا بيقولوا ما تعينوهم بقى، دول شاطرين، دول مش عارف ايه كده يعني. الزملاء في جوه القسم يعني كانوا بيروحوا على كابتن نعمان عشان يعجل بتعييننا يعني. ففي يوم يعني طلب مني كابتن نعمان او قسم الاخبار اليوم يعني ان انا اغطي سبق تأديف في النيل. كان في سبق تأديف بيتعمل بالقوارب اللي هي الطويله دي اللي فيها فردي وزوجي، وعارفهم اللي قلت له مرة حليم طلع راكبه كده وطلع فيه فيلم هناك على طول خليك ليا وبتاع. فيومها كنت انا قاعد في مركب اللي هي فيها فريق التصوير. انا مثلا كنت رايح محرر، بس دايما كنت شايل معايا الكاميرا يعني دايما الكاميرا على كتفي وقت ما احب الاقي حاجه حلوه اصورها. فكان معايا كاميرا افتكر انها كانت نوعها زينت روسي، وكانت بدائيه جدا يعني. عشان تعمل اي فوكس ولا حاجه بايدك يدوي، مش اوتوماتيك زي ما بقى بعد كده يعني. فكنت تظبط بايدك العدسه وتظبط بايدك سرعه الشاتر بتاع الكاميرا وتاخد الصوره يعني. فده كله بيكون مثبت بعض الحاجات، وبتخلي المتغير الوحيد هو المسافه بس. انا فاكر يومها المركب اللي كنت راكب فيها لانش كده بيسبق المتسابقين ويصور عن بعد شويه، وكان في مركب تاني اللي بيصوروا فيديو، بيصوروا بيت الفريق المصورين المحترفين بتوع الجرايد يعني. هم راكبين كانوا في مركب بيصوروا منها، وانا راكب في مركب بتاعه محررين بالاساس مش مصورين. فحصلت مفارقه غريبه جدا او مفاجاه دراميه يعني. المركب اللي عليها كل المصورين دولت واللي بيشيلوا فيديو بيصوروا فيديو اتقلبت سبحان الله. يعني هي المفروض في مكان متوسط ما بين المتسابقين الاولانيين وبعدين هم وبعدين احنا قدام. فالمركب اللي في الوسط دي ما اعرفش يظهر وقف يصور بالكاميرا بتاعته. زمان كانت كاميرا الفيديو كبيره يعني شيء اكنه شايل يعني تلفزيون صغير كده. فهو بيظهر بيتمايل او بيصور، اتقلبت بيه المركب، فاتقلبت بكل المصورين دول. كانت حادثه يعني. فالناس اللي اتقلبوا دولت تخيل المركب مقلوبه كانت باظت طبعا اكيد يعني. الصوره دي من الصور اللي محتفظ بيها يعني. بوريها لك. لما اتقلبوا طلعوا من النيل طبعا، كل واحد لما اتقلبت طلعوا بيتشعلقوا في المركب اللي بقى وهي مقلوبه ظهرها بطن المركب بقى هو اللي فوق، وهم كلهم طالعين من تحت وماسكين حوالين المركب زي تيتانيك كده. مشهد جميل، بس مركب مش كبيره قوي. فشكلهم حواليها كان كوميدي جدا طبعا. اتبلوا واللي شايل الكاميرا خايف عليها فضل شايلها زي ما هو. فاخدت ساعتها بالكاميرا يمكن 7-8 لقطات بسرعه، واحنا اللي رايحين لهم ننقذهم بالمركب اللي انا راكبها. فكل شويه بتتغير عليك المسافه يعني. فبسرعه بقيت اصور 5-6 لقطات كده قد ما اقدر. صورت كتير يعني، قلت اصور كتير عشان يطلع لي على الاقل 3-4 صور بيور يعني. ففعلا الحمد لله اتوفقت في الصور دي، وخدت صور حلوه قوي للمشهد المركب المقلوبه دي. وفي نفس الوقت كان في صور للسبق نفسه، ما بقتش هدي بقى دي اهم، يبقى دي صوره دي اهم. الحدث ده يبقى اهم من الحدث ده صح. ففي الجورنال لما رجعت الحادثه طلعت في صفحه اخبار الناس وصفحه اولى جريده، وان حصل كذا كذا في سبق النيل الدولي مش عارف ايه بتاع، والسبق الرياضي بقى جوه. وبقيت اعمل هنا موضوع عن المركب اللي اتقلبت، وعن السبق اللي اتقلب غم ده، وللحدث نفسه كسبق دولي للقوارب يعني جوه في صفحه الرياضه. فيومها الحدث اتعالج صفحه اولى من خلال الحادثه، وصفحه داخليه رياضه من خلال الحدث اللي بتاع السبق يعني. ودي لما اتنشر الموضوع دوت يعني عملوا لي حفله صغيره كده في القسم يعني، زفوني يعني بمعنى اصح على ان كان سبق حلو يعني، وكتابه وتصوير مع بعض يعني. دي مش اي حد بيعملها كتير في الوقت ده يعني كده. فالزملاء بقى في القسم والسكرتيره افتكر ان كان اسمها شاهيناز سكرتيره كابتن عمان يعني، قالت له مستني ايه يا كابتن ده هيعمل لك ايه تاني اكتر من كده. كان ساعتها بيأخروا دايما تعيينك عشان يعني يجيبوك من الاخر يعني، يخلوك تاخد كل التجارب وتعرف ان مفيش حاجه بالساهل يعني. حتى بدايه ما تشتغل ما ينزلش اسمك مثلا بونت كبير يعني، تبدا من بونت 12 وبعدين 14 وبعدين يعني اما تاخد بقى التحقيق ولا حاجه يطلع 16 يعني. الحاجات اللي هي مرتبطه اكنها زي رانكينج كده في الجيش يعني. يعني العسكري غير الجندي غير مثلا غير الملازم غير النقيب يعني. الرتب بقى في الصحافه بتكون مرتبطه ببونت اسمك ابيض ولا اسود. الاسود ده يعني تقيل يعني، بونت تقيل بيسموه بولد يعني. ولا الابيض اللي هو خفيف الحرف يا دوبك تقراه. لو اسود تقيل ده زي ما تكتب على كانك عامل عارف الكمبيوتر لما تعمل مثلا البي ده يعني بيتقل شويه الحرف او يبقى خفيف. فدي برضك درجه من درجات تقديرك في الكتابه يعني. اللي احنا بنعرف من الاسم مكتوب ازاي ده خفيف ولا يعني
البني ولا التقيل بالاسود ولا بونته كام 12 ولا 14، بنعرف قد ايه هو الرانكينج بتاعه جوه الجورنانو يعني. فدي كلها حاجات بتبقى دي اللي عملت لي نقله وخلتني اتعين بسرعه في الاخبار، ويعني عجلت بشهرتك وباحساس الناس بيك يعني. يعني لو ترجمنا ده او فسرنا ده، هو اغتنام الفرص، وان انت تبقى جاهز للقطه او جاهز للموقف اللي تقدر ان انت توري فيه مهاراتك، توري فيه يعني امكانياتك، بحيث ان فعلا يشوفوا ان انت كنت هتقدر تضيف لهم قيمه عاليه جدا لمكان العمل اللي انت فيه. صح؟ ده اللي انت تقدر تنصحه للناس، صح؟ صحيح. وموهبك يعني، انت لو عندك موهبه لازم تستثمرها. ولو عندك يعني دايما يعني قدرات البني ادم وموهبته، يعني بتلاقي نفسك بتحب حاجه. اما تحب حاجه حاول تتميز فيها، ما تبقاش مجرد واحد يعني عادي. يعني النجاح في الحياه عموما انك ما تكونش زي اي حد. حاول ما تكونش زي اي حد، حاول تكون متميز، حاول تكون موهبتك يعني تستثمرها وتنميها وتطورها. يعني انا كنت حبي في التصوير او يعني هو كان مرتبط ببعضه. يعني انا عندي ميول فنيه كتير من البدايه. يعني انا من البدايه كنت بحب الرسم جدا، بحب بيستهويني اي حاجه جميله. وكنت شاطر جدا في فن البورتريه اللي بيسموه بورتريه. وعملت اثناء الجامعه معرضين للرسم انا وزميل ليا كان في الحته عندي برضه فن بيحب الرسم اسمه رأفت. فعملنا معرضين في جوه كليه الاعلام للرسم البورتريه. يعني عملته سنتين على التوالي، يعني ما بين سنه تانية وسنه ثالثه وانا في الجامعه يعني. فكنت بعرض فيه اللوحات اللي بعملها بفن البورتريه يعني، وكان كلها بالابيض والاسود بالالوان اللي بيسموها الفحمي. وكان الحمد لله كان ناجحين جدا، ناس كتير كانوا عاجبهم اللوحات اللي برسمها دي. وانا يعني الحاجه اللي مزعلاني ان انا لما سافرت سبتهم، ما اعرفش يعني تم يعني ما اعرفش يعني ضاعوا ازاي في العزال والحاجات ديت فتره وانا مسافر يعني. من الحاجات اللي زعلتني جدا يعني ما فجاه ما اعرفش هم ما عرفوش ان دي اللي انا شايلهم مخصوص وعايزهم يعني. للاسف الناس مش بتحس بقيمه الحاجه اللي انت عارف. لا هم غصب عنهم او ما يقصدوش يعني. يمكن لو كانوا عارفين ان دي اللوحات بتاعتي ما كانوش تعاملوا معاها باستخفاف كده او تخلصوا منها يعني في وسط عزال البيت يعني. يعني هم لما جه اخويا يتجوز ولقوا حاجات كتير مركونه بقى لها زمن، ما سالونيش حتى، فكروا ان هي ورق مهمل او ملوش لازمه يعني. انما هي كانت عباره عن لوحات مطويه وملفوفه بشكل معين يعني. انا قصدي ان هي بترتبط بيك بذكريات معينه جدا جدا. انا متضايق. ما تعرفش الذكريات ديت يعني ما حدش يعرف ان انا. طب انا كنت بأمارة ايه كنت غاوي رسم يعني. لكن يعني ساعتها كان في بعض الصور متصورها مع المعرض ده والناس بتتفرج عليه، ففي بعض الصور ابيض واسود زمان شايلها يعني. انما انا ميولي كانت فنيه بالاساس، وغاوي رسم وغاوي لجانب الشعر والادب والكلام ده. لكن ميولي الفنيه كانت مرتبطه، نمت فيها الاحساس بالكادر والصوره تبقى حلوه امتى، ومن غير ما اتعلم الحاجات دي بقيت يعني عندي الموهبه فيها. طب انت الموهبه دي اكتسبتها من مين؟ من مامتك، من باباك؟ اللي كانوا بيغاوين رسم عندي في العيله اخويا الكبير عباس، كان فنان جامد قوي قوي قوي، وعنده لوحات ذاتيه جميله جدا، مبدع يعني. ده اللي كان قدامي طول الوقت وشايف مهارته في الرسم. بابا كان عنده مهارات رسم وكتابه خط عربي جميل قوي. بابا كان خطه جميل قوي، وكان الله يرحمه كان خطه انا اتعلمت منه كتابه، فن الكتابه يعني، انك تكتب بخط حلو يعني. كنت بشوفه بيكتب ازاي وبيمسك القلم ازاي ويزوق ازاي الحرف عشان يطلع شكله حلو. وليه طريقه يعني في الكتابه كده، الخط الكوفي والرقعه والنسخ والحاجات دي كان بيعلمهم وكان شاطر فيهم. فانا كنت بتعلم منه. وكنت يعني بابا في الجزء بتاع العربي بالذات والكتابه ده هو استاذي الاول يعني لجانب ان هو والدي كان بيوعيني قوي في العربي والنحو والصرف والحاجات دي. وكان انا فاكر لما كنت في ابتدائي كان عشان يقويني في النحو يمسكني جورنال اقراه واعرف كلمه. انت معايا كده يعني. في فتره كنت بتقول لي تعالى جيب بقى الجورنال وتعالى نعرف سوا. بس انا كنت بعمل زي بابا كان بيعمل معايا كده. ويعني كان بيدي دروس خصوصيه لبعض التلامذه يعني، وكان بياخدني معاه ساعات عشان يعني وقت ما يذاكر لهم يذاكر لي معاهم او اسمع او هو يسالهم وانا اصحح والعكس يعني بنذاكر في وقت واحد في الدروس بتاعته يعني. وكان طريقته معايا في النحو زي ما بقول كده مسكني جنب سلاح التلميذ والحاجات اللي عليها العبء الاكبر دي، كان يخليني فجاه جورنان في ايدي، طب اقرا، طب اعرف، وافضل اقرا لحد طب دي اعربها ايه، طب فيخليك على طول ستاند باي انك تجاوب ومخك حاضر طول الوقت يعني. بيخليك في لياقه ذهنيه عاليه جدا انك تعرف في اي وقت يعني. دي مهاره يعني قواها فيا يعني. انما الجزء الفني بقى ده هو اتبلور بعد كده في فن التصوير يعني. انا ادعي اني مصور شاطر يعني الحمد لله، وان الفتره طويله جدا من حياتي كان التصوير اعلى هواياتي، اكتر هوايه بحبها، لدرجه ان انا لما دخلت جامعه ودرسنا ازاي التحميض والطباعه والكلام ده عملت لنفسي معمل في البيت. وكان عندي جنب اوضه المكتب عندي عملت استوديو صغير بصور واطبع فيه وصور ابيض واسود. ولما جاء الالوان دخلت الالوان برضو،
بتصور بالالوان واطبعها في معامل في وسط البلد. كان اجفا ليها معمل كبير كده بروح اتعامل معاهم، وكانت يعني على فكره بتعمل لي رخاء مادي كويس. يعني انا كنت ساعتها بشتغل في مجال التصوير جنب شغلي، يعني مش حاجه كسف ان اقولها. انا كنت بصور افراح، وكنت حضرت كذا فرح لناس زمايلي، حتى انا اللي مصور افراحهم. كان في بعض الزملاء لما اتجوزوا انا اللي صورت افراحهم منهم. فاكر كنت بتاخد كام على مثلا على يعني انا يعني ارقام هزيله يعني بحسابات الزمن دلوقتي، لكن يعني لكن كانت ساعتها مهمه. يعني يعني اما اما تاخد مثلا في فرح 40 جنيه ولا 50 جنيه ده رقم جامد يعني. وبحسب الفيلم بقى كام فيلم صورته وكام كده يعني. اذكر احد الزملاء يعني اكتر واحد فاكره كان زميل اسمه حسن الرشيدي، كان جريدة التعاون وكان اكبر مني في الاعلام هو، ومن دفعتين قبليه تقريبا. ولما جه اتجوز انا صورت فرحه، وكانت يعني طبعا جميلته قد ما اقدر يعني، ما خدتش منه فلوس يعني، لكن كان من الحاجات اللي فاكرها لاصحابي يعني. وكتير بقى حاجات بقى كتير يعني بيزنس. كنت بصور ساعات بعض الفنانين اللي بدايه حياتهم، منهم فنانين معروفين بقى بعد كده. فادي عبد الغني مثلا ممثله، محمود اللي هو حاليا بيعمل ادوار كبيره مع هنيدي دوت، اسمه محمد محمود اعتقد، اللي طلع لا محمد محمود اللي هو راجل، هو حاليا بقى كبير بقى بيعمل ادوار ناس كبار وكده. هو كوميديان بس كان في بدايته كان شاب جميل يعني، وكان موهوب بيمثل مسرح. وانا صورته في مسرحياته الاولى، كنت بعمل له البومات صور اللي هو كممثل يعني، اللي هو اللي طلع معاه في ارض النفاق، اللي كان طالع والده في ارض النفاق. مين طلع مع مين؟ مع محمد هنيدي في ارض النفاق، اللي كان طالع بيبيع كسكسي وبتاع. مش فاكره بس ازاي مش فاكره؟ ده شخصيه جميله جدا، طيب. شخصيه ناجحه جدا على ككوميديان يعني. عمل حاجات كتيره مؤخرا يعني. المهم هو اتشهر وهو كبير اكتر ما هو كان شاب صغير. كان طالع والد محمد هنيدي في ارض النفاق. هو ده. عارف يقولوا انت بتطير ازاي ونزل لي. ايوه عرفت. انت يا ابني انت بتطير ازاي؟ ايوه عرفت هو ده. ده شخصيه جميله قوي. لذيذ قوي يعني. ايوه انا بحبه شخصيا يعني. بقى عليه اداء مميز يعني. اللي كنت طالع في حكيم عيون وهو صغير. ايوه معاهم برضه. ايوه هو ده برضه. كان طالع معاهم زي سفراجي او حاجه في البيت كده. هو ده برضه. فده من الشخصيات اللي وانا في بدايتي كنت صورت لهم يعني يعني كذا كادر ليهم يقدموا صورهم لما يعملوا مقابلات صحفيه. وعمل مسرحيه صورتها له اللي هو خلاني اروح اصوره. ساعتها كان صحفي زميل في الاخبار اسمه محمد عز الدين، وكان هو اللي خدني اصوره في المسرح يعني. فده التصوير يعني. التصوير هو يعني من الحاجات اللي عجلت بتعييني في اخبار اليوم. وفضلت بقى كتير لمرحله طويله يعني بصور مع شغلي. لما طلعت مهمات صحفيه كنت باخد الكاميرا معايا دايما. سافرت مع الاهلي وسافرت مع الزمالك اكتر من سفريه وانا في مصر قبل ما اسافر على الامارات. وكنت بحضر مواجهات مهمه ليهم في بطولات افريقيا يعني. مع الاهلي سافرت كاميرون وقابلنا فريق اسمه كانون ياويندي كان بيلعب معاه ساعتها. ومع الزمالك رحت زامبيا وكان بيلعب مع فريق نيكان ريد ديفلز. حسب ما انا فاكر، ذاكرتي شويه ابتدت تخني لكن ماشي. بالعكس ما شاء الله ذاكرتك جميله جدا يعني. ما شاء الله بتفتكر كل الحاجات دي من دلوقتي. بقول لك اسم الفريق يعني كمان. وكانت رحلات حلوه. وكان معانا جيل من عمالقه الصحفيين. انا كنت سعيد الناس زميلتهم الفتره ديت. كان كابتن اسماعيل البقريس، كابتن سمير عبد العظيم، كان حسن المستكاوي ساعتها، ابراهيم حجازي. يعني الناس دول زميلتهم لمرحله، لكن هم اساتذه بالنسبه لي طبعا. جميل كمان انت فاكر اساميهم يعني كلهم مشهورين على فكره. كلهم ناس كبار ومهمين جدا في مجال الاعلام يعني. حسن المستكاوي ربنا يديه طول عمره ما زال بيعطي وقلمه مميز جدا، ومن الناس اللي ليهم فضل عليا في حياتي. اشتغلت معاه في الشرق الاوسط فتره ايام ما كنت براسل قبل ما اسافر. كان هو مسؤول تحرير جريده الشرق الاوسط في مصر او مكتب الشرق الاوسط الجانب الرياضي فيها. اشتغلت معاه فتره برضو. ويعني الناس دي كلها الكبار دول وسافرت معاهم يعني زملوني في سفريات كتير. وناس من الجمهوريه وناس من الاخبار وناس من الاهرام. الحمد لله كلهم كانوا زملاء هايلين وتعلمت منهم كتير يعني. اما جيت سافرت في يعني 85 نص فبراير 85 بالظبط يوم سفري. سافرت في الوقت ده نص فبراير 85. ده يوم تعييني او يوم وصولي للامارات وتعييني في جريده الخليج. الحاجه الوحيده اللي اتخليت عنها تدريجيا وبقت عائليه بس هي التصوير. لان بقى التصوير له وظيفه خاصه بيه، ولا ما بيوفرش لصاحبه امتياز زياده في راتبه او حاجه زي كده، او حتى في مهاراته الصحفيه. يعني بقيه
بقيت استعمل الكاميرا فقط لما اسافر مهمه صحفيه للخليج من غير ما يكون معايا مصور. انما طول الوقت بيبقى في مصور، فما بيبقاش له حاجه انك تصور غير الصور الخاصه بيك انت لو عايز. فبقى كل تصويري يعني رايح عليكم انتوا بقى. بقيت اصور ولادي واصور جو عائلات يعني، وبقيت اعمل فيديوهات كتير ليكوا. ايوه انت بقيت تعمل اصلا يوميات وفلوجز اصلا قبل ما الناس تعملها، يعني الناس الفلوجز الناس اللي بتعملها دي اصلا انت بداتها من الاول بدري قوي يعني. انت اللي خلتني اصلا انا احب الموضوع ده، ان انا اعمل يوميات كده واشارك الناس اليوم بتاعي. حتى انا بفتكره مثلا اشوف مثلا فيديوهاتي على اليوتيوب بقول ايه ده، انا فاكر اليوم ده انا عملت كذا وكذا وكذا. فلما تشوف ده كله كده فيديو بتتبسط، بتعيش اللحظه كلها والتجربه كلها كانك يعني بتعيشها كذا مره. انا كنت مغرم قوي بافلام الفيديو بالذات يعني. كنت بحب قوي اسجل بعض اللحظات الحلوه في حياتنا، اذا كانت مناسبه عيد ميلاد، اذا كان رحله، اذا كان حاجه زي كده، واعملها ستوري يعني. وليكوا انتوا افلام كتير يعني. ليكوا انتوا صغيرين فضل كبير في ده بصراحه. افلام وانتوا صغيرين ليكوا افلام كتير يعني. كانت اصحابنا حتى ذكرياتهم معايا هي ذكرياتهم يعني يدوروا على حياتهم يلاقوها في نسيج افلامنا يعني. يعني الاولاد اللي كبروا كلهم بقوا قدكم دلوقتي، يجي لكم يعني ولاد اصحابنا كلهم يشوفوا نفسهم عندنا في افلامنا يجننوا يعني. يعني كلها كانت حاجات حلوه وبتفكرنا بذكرياتنا يعني. صحيح. بجد يا جماعه انا عايز اقول لكم فعلا، انا يعني الفيديوهات دي لما بشوفها بشوف بقى نفسي وانا صغير وكده، فبتبسط جدا بحاجه زي كده. فبجد شكرا ليك يا بابا يعني، حاجه زي كده وخلتني انا كمان فعلا احب الموضوع ده اكتر واكتر يعني. طيب انا بس عندي سؤال. عندي ميعاد سفر. عارف بابا مسافر كمان ساعتين يعني، فانا يعني سرقته كده، قلت له بس يا بابا تعالى نعمل الحوار ده، عشان انا بقالي اصلا سنتين ما شفتوش. فانا مبسوط جدا هو معايا اصلا، ومبسوط بالكلام اللي هو بيقوله لي ده، وانا بستفاد بيه وفعلا يعني بيلهمني جدا، واتمنى كمان تكونوا بتحسوا نفس الاحساس ده. فالسؤال هو يا بابا، انت دلوقتي كنت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت، ازاي كان عندك وقت تعمل ده كله؟ يعني الناس تقول لك انا ما عنديش وقت اعمل ده كله، انا مشغول في حاجات كتيره جدا في حياتي في يومي. يعني انت ازاي كنت بتنسق وقتك او بتواظب على كل ده مع بعض؟ في الجزئيه دي هقول لك نصيحه ذهبيه جدا او تفيد كل اللي بيسمعونا يعني. هو اليوم طويل على فكره، اليوم طويل، بس الناس ممكن تكون بيضيع منها من غير ما تحس. الناس كلها لازم تعرف ان الوقت اهم حاجه، الوقت هو حياتك، هو عمرك. ومن الحاجات اللي ممكن اقدمها للناس يستفيدوا بيها ان يبدا يومه بدري جدا. انا من وانا طالب اكتر حاجه بحبها كنت نصحى بدري اذاكر، مش نسهر. يعني الناس كلها كانت تحب تسهر وتطبق تقعد للنهار وما يطلع وكده. انا كنت من النوع اللي يحب يصحى بدري ويذاكر بدري. يعني ممكن انام بعد يعني 12 بالكثير مثلا، واصحى يعني اصلي الفجر وافضل صاحي وافضل يعني. بحب اصحى والنهار بيطلع عليا كده والفجر بيطلع يعني، مش بعد النهار ما يكون طلع. فكل الحاجات اللي كنت من وانا صغري اتعودت ان الحاجه اللي عايز اديها اعتبار عالي واهتم بيها ابتديها بدري وابدا يومي فيها بدري. وعلى فكره بيكون المخ اكتر حالات نشاطه يعني تركيزه، فدي بعملها بدري. فاليوم لو بداته بدري بتلاقي فيه بركه كبيره جدا يعني، بغض النظر عن المعنى اللي يقول لك ان الرزق بيتوزع بالنهار والكلام ده اللي ممكن يكون الناس متعارفه عليه يعني. انا مش دي اللي بتحرك قناعاتي يعني. اللي بيحركني في الجزء ده انك تكون مسيطر على وقتك كويس قوي. اي حاجه لو بداتها بدري وعملتها بدري بتسيطر على كل معطياتها بدري يعني، او كل لوازمها بدري. فده بيخليك مسيطر طول الوقت على الوقت. دي نفعتني بعد كده في حياتي بعدين، حتى لما اكون عايز اكتب موضوع بشكل مركز شويه او ادي له اعتبار، اصحى له بدري او عندي ميعاد اروح له بدري يعني. كل الحاجات دي بتكون في كلمه بدري دي موجوده معاك، بتخليك سابق خطوه او خطوتين عن المشوار بتاعك وبتسيطر عليه كويس. فدي مهمه جدا يعني. انت قد ما تستثمر وقتك في اليوم بتلاقي فيه بركه، وبتلاقي فيه تقدر تعمل كل اللي انت عايز تعمله. فهي مش اكتر من كده يعني. النصيحه المخلصه انك تسيطر على الوقت، وما تخليش الوقت دايما انت بتعمل في اخر لحظه اي حاجه. كل ما يكون عندك وقت بتدي للحاجه اللي بتعملها دي، بتعملها مره واثنين وتركز فيها وتديها اعتبار، فبيطلع يعني تركيزك فيها عالي وفيها جوده عاليه من اول مره يعني. هل كان في عندك رؤيه واضحه شايف انت رايح فين؟ فده كان بيخليك ان انت مركز على اللي انت بتعمله، فمش متخيل اي حاجه تانية خالص تشتتك في حياتك. كنت مركز ان انت وقتك ما يضيعش في اي حاجه، عشان انت بالنسبه لك هو شايف ان وقتك غالي جدا عندك، عشان في حاجات لازم تحققها في زمن قياسي، عشان ده هيقدر يخليك تحقق اللي انت عايزه بسرعه. ما اخبيش عليك، انا ما كانش في حاجه كده عامله لي، لكن في محطات في حياتي كانت بتخليني ابقى مستعجل. يعني مثلا اللي خلاني اسافر من مصر بدري ان انا كنت حابب ابدا حياتي العمليه بدري. كنت حابب قوي بالله. طبعا انا الحمد لله من الناس اللي يعني بالبلدي كده ما هنكرتش يعني، ما كانش ليا هوايات
سيئة او حاجات مثلا تعوض بيها اي حاجة او حرمان يعني في حياتك يعني. لذلك كنت مستعجل على الجواز، كنت مستعجل على ان انا يكون عندي كارير لحد ما يعمل لي عائد مادي كويس، وكنت مستعجل ابدا حياتي. فكان يعني في وقت ما كان الزواج هدف، وقت ما كان مثلا ان يبقى عندي بيتي وعربيتي وشقتي هدف، حاجات ماديه بعضها، حاجات مجتمعيه بعضها، كارير ده هدف يعتبر مرتبط بحاجات كتير لما يتحققوا يعني. فكل الحاجات دي بتكمل بعضها، او هي دوائر متداخله يعني مع بعضها يعني. فانت لما بتعمل حاجه بتكمل الثانيه او بتروح للثانيه يعني. بعد ما تتجوز اولادك يعني بتعمل لك محطات في حياتك باهداف مرحليه، من مرحله لمرحله بقى ما خبيش عليك بتبقى انت بتدور ازاي تنجح فيما انت فيه يعني. انا يمكن لو كنت هختار من الاول ما كنتش هختار الرياضه زي ما قلت لك، لكن لما بقيت في الرياضه طب انا لازم انجح فيها عشان كمان شهره واحقق عائد مادي ويجي لي ايرادات اخرى يعني. فهي ده اللي حصل يعني. يعني اذا كنت ما بتحبش اللي انت بتعمله، طب حب اللي انت فيه عشان تبدع فيه يعني او تنجح. فده لما بيحصل بيعمل لك ارتواء بقى، ويعمل لك يعني اشباع داخلي، بيخليك تبقى حاسس ان انت ماشي على الطريق الصحيح وانك ناجح. احساسك بالنجاح في حد ذاته بيعمل لك اشباع يعني، بيخليك يعني معتد بنفسك وثقتك بنفسك بتزيد، وبتلاقي نفسك اللي حواليك حاسين بيك. فده بيعمل لك كمان يعني رضا نفسي كويس. ونجاحك في الحياه المجتمعيه دي والعائليه بتحقق ذاتك فيها، تربي ولادك بيكبروا قدام عينيك، بيعمل لك احساس بالسعاده يعني. وسعاده اللي حواليك دي بتكون جزء من سعادتك انت بالاساس يعني. كل ده بيكمل بعضه يعني. بتلاقي نفسك في الاخر يعني راضي عن نفسك، راضي عن اللي حواليك مبسوطين بيك، انت بتعمل رسالتك في الحياه، بتعمل واجباتك الدينيه كما يجب، انسان كويس مع اللي حواليك. ده بيبقى كله بيخليك كده ايه يعني راضي عن نفسك. والرضا زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى هو اغلى حاجه ممكن يديها للعبد في حياته يعني. اعلى قيمه ممكن ربنا وعد بها سيدنا محمد، قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا اعلى حاجه، اعلى درجات السعاده. فانت الاشباع النفسي ده لما بيتحقق والرضا بيتحقق يعني بنسبه او باخرى، طبعا الرضا المطلق ده من الاخره بقى ان شاء الله، لكن طول ما انت عايش وحاسس انك بتسعد اللي حواليك وبتعمل رسالتك، ده هي حاله من الرضا وبتخليك الى حد كبير قوي مبسوط، وبتعمل كل حاجه وانت مبسوط يعني. وده مهم قوي. صح. دلوقتي يعني احنا عندنا في جيلنا في كتير حاجات بتاخدك زي السوشيال ميديا والحاجات دي كلها، وبتشتت تفكيرك، وموبايلك بقى معاك 24 ساعه في ايدك. فدي كلها مشتتات ما كانتش موجوده في زمانكم. صحيح. فممكن يكون لو كانت موجوده كان ممكن ما يبقاش الطريقه سهل بالدرجه دي. هل تتفق معايا ولا ما تتفقش معايا في حاجه زي كده؟ يعني شايف جيلي وجيلك هل هو نفس الحاجه ولا في اختلاف كبير؟ التشتت عندكم اكتر بكتير يعني انت يعني وتيره التطور او التقدم عندكم اعلى بكتير من جيلنا يعني. احنا قعدنا فتره طويله مثلا اقول لك على مجال الصحافه مثلا، ما بين مثلا التحول من انك تتلقى رساله بالتليفون في البعثه الرياضيه مثلا لما نكون مسافرين ونملي، كنا بنمليها بالتليفون يعني. انا مريت بكل المراحل دي. كنا الرساله بعد ما نكتبها بالقلم على الورق نمليها بالتليفون. تخيل مثلا انا قاعد في زامبيا مثلا بملي كوبي بيست، مفيش الكلام ده. لا هقول لك انا مرحله يعني بنملي بالتليفون اللي انا كتبته على الورق، وهو يتملى مني تاني في مصر يعني. كنت انا في زامبيا مثلا وتستنى بقى الخط وتستنى كابين التليفون تفضى وتفتح خط عشان تستنى، وواقفين بالدور عشان نملي الرسائل. صحفي يملي رسالته، وبعض كان بيكتب رسائل طويله زي حالاتي مثلا، او يعتبروا ان الكتابه الغنيه دي بتبقى مفيده للقراء يعني. وفي اللي عايز يكتب كلمتين ويخلص، فانت بتعطله وكلنا نستنى بعض عشان نملي. كانت مرحله التليفون دي ممله وثقيله جدا على اللي بيتملى كمان اكتر. مرحله بعد كده اتولد الفاكس او تم اختراع الفاكس. ده كان اختراع يعني، انك تحط الورق هنا تطلع هناك. دي ايه ده؟ ازاي بتحصل الحكايه دي؟ فكانت حاجه اختراع جامد جدا ساعتها. جه مرحله تاليه نقل الصوره، ان جهاز نقل الصور ده كان حاجه زي الاسطوانه كده تلف، وابره بتمر على الصوره تنقل قيمها الضوئيه دي لمكان تاني في بلد تانيه في قاره تانيه يعني. كان الوقت كان بياخد وقت طويل قوي. الصوره الواحده عشان تتنقل كانت بتاخد مثلا بتاع 7-8 دقائق. فكل الحاجات دي يعني مرينا بيها وعلى مراحل تمتد لسنوات يعني. الفاكس كان اختراع، جهاز نقل الصور كان اختراع. جينا بعد كده مرحله الكمبيوتر، والدنيا دي عالم تاني خالص بقى يعني. الثوره المعرفيه بالذات دلوقتي، والسوشيال ميديا اللي موجوده دلوقتي دي، والتليفون اللي بقى فيه كل حاجه ده، دي نقله يعني نقول ايه تاريخيه، وفي نفس الوقت يعني عبقريه، وفيها كل الحاجات اللي ممكن تخليك تسابق زمانك يعني. بس بقى فيها هوس يعني كتير يعني. هي سلاح ذو حدين طول الوقت يعني. ناس كتير اتوهمت في نفسها، بقت فاكره نفسها تبقى ممكن تبقى اعلاميه باللحظه والتانيه يعني. مجرد انه مسك موبايل وبقى يصور ويتكلم فكر ان هو بقى اعلامي، وفي نفس الوقت بقى مش عارفين ايه المحتوى اللي يتقدم يعني. بقى في فوضى عاليه جدا في التعامل مع الماده الاعلاميه، وكمان انحلال كبير جدا في القيم الاخلاقيه المرتبطه
بالرساله الاعلاميه، ما بقاش في ناس فاهمه لغايه فين تعرض حياتها الخاصه ولغايه فين توقف او لغايه فين ما تقولش يعني. فدي فيها اباحيه كتيره جدا وفيها تجاوزات كتير ومفيش فيها ضوابط. يعني عقبال ما الناس ابتدت تاخد بالها من الضوابط ويبقى في قوانين بتحرم حاجات او تجيز حاجات او تمنع حاجات، بقت الدنيا كتير فيها تجاوزات، وفي ناس كتير اتورطت في جرائم الكترونيه لا حد لها ولا اخر، وغير الجرائم الاخلاقيه بقى اللي عد لا حرج يعني. فكتير جدا بقت فيها فوضى بسميها، مش مجرد يعني نقله وتقدم فيها تقدم او تطور، قد ما فيها كمان سوءات كتير. فاللي بشفق على الناس منها ان الواحد يعني بقى يشوف تجاوزات كتير ومش قادر يتعامل معاها ولا قادر يقننها ولا قادر يوقف السيل الجارف بتاعها ده يعني. انما المهم قوي في الحكايه دي ان انت تروح للسوشيال ميديا او لثوره المعلومات دي باجنده خاصه بيك، يعني تبقى عارف عايز ايه وايه المحتوى اللي بتدور عليه، وهي ثوره معرفه بالاساس. يعني انا اكتر حاجه ممكن تستفيد بيها في المرحله ديت او اللي فيها التقدم ده انك تستثمر بالمعلومات والمعارف اللي ممكن تبقى تحت ايدك بضغطه زر يعني. دي مهمه قوي يعني. لو انت عارف عايز ايه من السوشيال ميديا ومن النت هتستفيد جدا جدا وتحقق نقله كبيره في حياتك. انما لو سبت نفسك كده يعني زي القشه في البحر يعني، هتشيلك موجه وتنزلك موجه من غير ما تعرف انت عايز ايه، وهتضيع منك الوقت على الفاضي. فلازم تكون موظف وقتك كويس قوي وعارف عايز ايه من السوشيال ميديا. بس دي نصيحه اللي اقدر اقولها على السوشيال ميديا، لان ممكن واحد تلاقيه بيتعامل مع الموبايل كما لو كان وسيله تعليميه او ترفيهيه عاليه المستوى بالنسبه له، يتثقف منها، ياخد معارف، ياخد معلومات. واحد تاني قاعد بقى طول النهار شغال يشوف الهبل اللي موجود على يعني السوشيال ميديا ده، والوقت بيروح على الفاضي. تيجي تقول له اخر النهار انت شفت النهارده، عملت ايه النهارده، استفدت ايه اللي ممكن تفيدني بيه من اللي انت شفته ده؟ تلاقي مفيش حاجه خالص. وقته حتى ذاكرته ذاكره سمكيه، مش فاكر اي حاجه من اللي شافه، لان كله بيعدي على بعض، زي ما كنت سمعت نكته كده وجيت تفتكرها ما تفتكرهاش يعني. فهي الحاجات دي لازم تكون فيها انت عارف عايز ايه. يعني انت قدامك بحر واسع من المعلومات، طب انت عايز ايه بالظبط؟ يعني انت عايز ايه من البحر ده؟ ما انت ممكن تقعد فيه تبلبط كده ما تاخدش اي حاجه ولا تستفيد اي حاجه، وممكن تبقى بطل. يعني ممكن تبقى بطل من السوشيال ميديا لو رحت عايز اللي انت عايزه تكمل مهاراتك فيه وتستفيد بالجزء اللي انت عايز تكمل نفسك فيه، لان كله متوفر. بس انت عايز ايه؟ اسال نفسك انت عايز ايه من الدنيا دي كلها، وايه اللي ممكن تفيد نفسك بيه. ده مهم قوي. ما تسيبش نفسك كده نهبا للظروف، موجه عاليه توديك وموجه تجيبك يعني انت شايف السوشيال ميديا لو كانت موجوده في زمنك ما كانتش هتبقى مؤثره بالنسبه لك للدرجه ان هي تشتتك، او ممكن ولا كنت تقدر ان انت تتخاضى ده وتقدر ان انت تخليها بالنسبه لك حاجه بس للوقت اللي انت عايز تستفاد منها من ناحيه المعرفيه بس، مش من ناحيه اللي هي تضييع الوقت بالنسبه لك؟ ما هو ضياء واحد يعني. انا ما افتكرش يعني ثقافتي دلوقتي او يعني يمكن جيلي يكون مختلف شويه، لكن انا متهيألي يعني اللي انا عايزه عارفه يعني. عارف ولغايه دلوقتي ما هو لما دخلت عليا الحاجات دي كلها ما خدتش مني المساحه اللي تسرقني يعني. انا باخد منها اللي انا عايزه يعني. وفي نفس الوقت يمكن تعاملي مع الموبايل يعني كمعلومه وكمعرفه ما زال هو ده اللي شاغلني اكتر يعني. قليل قوي ما بعيش معاها بجانب التسليه واللي هو اللي ايه يعني. دايما لو في حاجات في شغلي عايز اشوف مثلا يعني ملخص للمباراه، ملخص لحدث معين، معلومه معينه بجيبها، ده بيكون علاقتي بالموبايل يعني. الموبايل بالنسبه لي من خلال الفيديو اكتر حاجه بستعملها اليوتيوب. لو في برامج معينه حواريه، لو في معلومات، كتب مسموعه، لو في مثلا حوارات بستفيد بيها جدا، برامج عاليه المستوى يعني. بحب يحترم قوي المذيع اللي بيعرف يحاور والضيوف المهمين اللي بيكونوا بيقابلهم، وبحب اتثقف من خلال المقابلات يعني. معلوماتي الدينيه 3/4 دلوقتي بقى اصبح عن طريق يعني البرامج ديت. المعارف اللي ممكن عايز اعرفها في مجالات معينه، في موضوعات بكتب عليها مثلا، بيكون مرجعيتي فيها من خلال الانترنت ومن خلال جوجل والحاجات دي يعني. انما البرامج والحاجات دي بنقي اللي عايز اسمعه، مش اي حد. وحتى اللي بسمعه ما بيكونش الناس كلها بتسمعه يعني. انا بختار يعني، تقدر تقول كده بحترم حواسي جدا يعني. اللي اشوفه لازم يكون حاجه تستاهل، واللي اسمعه لازم تكون حاجه تستاهل، والمعلومات اللي عايز اعرفها بكون عايز اعرفها فعلا، مش بتكون معلومات بتعدي عليا فبتعامل معاها بشكل عابر يعني، او من غير ما اركز فيها يعني. لازم يكون حاجه عايزها فبروح لها، واللي تروح له وانت عايزه ده بيعلق معاك يعني. بتفتكره لانك انت محتاجه وعارف انك هتوظفه ازاي بعد كده، او هتستعمله ازاي، او كنت عايز تعرفه فبيرسخ في ذهنك يعني. ده مهم قوي انك لو تسيب نفسك بقى كده، دي ممثله مش عارف ايه، ودي لابسه ايه، ودي عامله ايه، ودي بتقول ايه، وناس اللي بتطبخ وناس اللي بتهبل دي يعني. عفوا مش ده اللي ممكن اروح عليه على الموبايل ويخليني
يتسرق وقت مني اللي هو عمري يعني ما اضيعه في الهبل ده يعني. بس شكرا جدا 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 ليك يا بابا بجد، يعني انا اتبسطت جدا جدا بالحوار ده، وانا سعيد وكان نفسي ان احنا نقعد اكتر مع بعض وقت اطول ونتكلم في مواضيع اكتر كتيره ان شاء الله، وكل ما تلاقي فرصه نتكلم. وانا ما يعني باي حاجه معلومات عندي مش هضن بيها عليك ولا على جمهورك اللي بيتابعك، وفي نفس الوقت يعني انا عارف ان عندي حاجات ممكن لما احكيها تبقى دمها خفيف وظريفه وتفيد اللي يسمعها حقيقي جدا، وهي يعني تجارب وخبرات متراكمه، لكن اعتقد انها بتفيد اللي زيك واللي اصغر منك يعني واي جيل جديد يعني. انا استفدت جدا جدا، وفعلا الكلام ده ملهم جدا بالنسبه لي، وحتى لما اشوف انا بعدين يعني ده هيفيدني جدا في مشوار حياتي كلها، ان هي حاجه دايما لما اشوفها هتخليني ان انا يعني ارجع تاني للمسار الصح لو انا مثلا يعني انت ما شاء الله شتت ولا عليك حاجه. كويس وربنا يوفقك، وانا سعيد بيك جدا وربنا يوفقك في حياتك. انت مجتهد ومثابر وعندك حماس وشغف في كل حاجه بتعملها، دي حاجات كلها مطلوبه في اي شاب عايز يبني حياته ويقف على رجليه بشكل بدري. يمكن انا ما كنتش بنفس مهارتك دي او بالعكس انت اعظم مني انا يمكن كتير. عندي بوتنشال شويه زياده، لكن انت جهدك ومثابرتك اعلى مني بكتير يعني. انا يمكن الحاجات الاساسيه اللي عندي اللي يعني ممكن تكون يعني جوايا انت متواضع بس يا حاج. لا انت متواضع بس والله. بالعكس انتوا جيلكم في صعوبه اكتر وفي معاناه اكتر وفي تحديات اكتر. احنا برغم كان في تحديات في زماننا برضو، لكن ما كانتش بالحياه قاسيه كده يعني. كل مره بتقسى زياده عليكم عشان تطلع احسن ما فيكم ان شاء الله. حقيقة بابا. ويا جماعه اتمنى يكون الفيديو النهارده كان ظريف ولطيف واستمتعتوا بيه معانا. اول مره بتشوفوني كان معاكم اخوكم علي ومعايا بابا حبيبي، وبجد يعني اغلى ضيف يبقى معايا، وده بدايه بودكاست ان شاء الله. اقنعوا بابا ان هو يعمل قناه لنفسه ان شاء الله على اليوتيوب، انا بقنعه. فانتوا لو حسيت فعلا كلامه فعلا فاتكم كتير وحابين تسمعوا منه كلام اكتر في مواضيع مختلفه، اكتبوا ده في التعليقات تحت عشان ان شاء الله هو يشوفها باذن الله، وممكن بناء عليه ان شاء الله يبدا قناه لي باذن الله. وشكرا ان شفتوا الفيديو ده. لو الفيديو عجبكم اوصيكم باللايك والشير سبسكرايب، ونشوف كل الناس تعرفوهم تفيدوهم بده باذن الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع موضوع جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.